الألعاب من بين أكثر وسائل الترفيه اللي كيستخدمها الإنسان باش يرفع على راسو ويفرح ويدوز الوقت. كاينين بزاف ديال الألعاب اللي مشهورين في العالم ديالنا وعندهم شعبية كبيرة، بحال فري فاير وبابجي إلى آخره. ولكن أغلبية هاد الألعاب مبقاوش كيف كانوا، بداو كيتنساو ومبقاش بنادم كيبغي يلعبهم وطلعوا ليه فراسو. بالرغم من أنهم كانوا إلا ما لعبتيهمش مرة في نهارك تحس بلي شي حاجة ناقصة. والجيم اللي غادي نهضروا عليها في هذا الفيديو هي فري فاير. فري فاير واحد اللعبه بدات الخدمه عليها من سنه 2015 حتى لسنه 2016 تقريبا، وفي الاواخر ديال سنه 2017 غادي تكون متوفره لاجهزه الايفون والاندرويد. في الاول ما كان عارفها حتى واحد وما كانوش مسوقين ليها، وما كان عارفها حتى واحد واش كاينه كاع في البلاي ستور او لا في الاب ستور. ولكن ما غاديش يدوز بزاف ديال الوقت حتى غادي يعرفوها اليوتيوبرز وغادي يبداو يقصروها ويديروا فيديوهات ويحطوهم في اليوتيوب. وهنا غادا تبدا تشهر. لعبة بحجم صغير تقدر تخدمها في اي تليفون، سواء ضعيف ولا واعر. وكانت فيها الميزه ديال تلعب مع صاحبك وتهضر معاه في المايك ديال اللعبه. هاد اللعبه غدير واحد القفزه نوعيه في العالم ديال الجيمنج والعاب سيرفايف. وكيف ما قلت غيبداو يحطوا اليوتيوبرز من جميع انحاء العالم فيديوهات عليها، مغاربه وبرازيليين وهنديين. وغادا اللعبه كتطلع وكتشهر ديال بصح. من 2018 ل 2019 غتكون هذيك هي احسن لعبه في عالم العاب سيرفايف انذاك. ولكن سرعان ما اللعبه غادا تبدا كترون من ناحيه الهاكر اللي دخلوا ليها وبداو كيخربوا فيها، وحتى من ناحيه النظام اللي ولات غادا به اللعبه، واللي هو براسو خرج على ديك اللعبه. ولات لعبه عامره بالهاكرز، غير كتدخل كيكرهوك في ديك اللعبه وما كيخليوكش تقصر على راحتك كاع. ناهيك على انه لعبه فري فاير كانت فيها واحد الميزه ديال الشوب، بما يعني انه يمكن لك تشوبي بفلوس حقيقيه وتاخذ بهم جواهر في اللعبه وتشري بهم سكينات واسلحه. وكان قليل اللي كيشوبي في ديك الوقت وياخذ دوك سكينات، واللي عنده دوك سكينات كيتسمى واعر وعنده كونت نادر. ولكن لعبة فري فاير كان عندها رأي آخر، حيت غتبدا ترجع دوك السكينات في أحداث تافهة ومجانية. هنا اللاعبين غيحقدوا على ديك اللعبة، حيت لا يعقل انت خاسر فلوس على سكين باش تخلي كونتك يكون مميز ونادر، ويجي واحد ياخد داك سكين فابور ويبدا يتصور عليك. راه لا يعقل. اللاعبين غادي يديروا واحد الحملة ديال المقاطعة على فري فاير وغيطيح عدد التحميلات ديالها سنة 2021. ولكن فري فاير غدرك الموقف بسرعة وغتولي تحط بزاف ديال الاحداث المجانيه وبزاف ديال السكينات، وكتحط احداث رخاص. ولاتي لا حطات شي سكين كتقول واش غادي يرجع منها لقدام ولا لا، باش ما تخسرش عليه فلوسك هكاك. وغدوز بشغيمه ديال الماء وغيرجعوا اللاعبين يقصروها وزاهيه عاوتاني. ولكن ما غاديش يدوز بزاف ديال الوقت وفي سنه 2022 فين غتبدا بدايه نهايه فري فاير. غيوليو الهاكرز بالاشكال والانواع، هذا كيطير، هذا كيضربك ضربه واحده، هذا كيجري ويدور الماب كامل في ثانيه. هنا اللاعبين غيبداو يحقدوا، وكاين اللي كان عنده كونت غالي كيدخل يلعب كيطيح مع هاكر وكيصدق مباني ليه الكونت اللي خاسر عليه زباله ديال الفلوس بلا اي سبب وبلا ما يدير حتى شي ذنب. اليوتيوبر غادي يبدا يطلع عليه من الدم، كيبغي يصور فيديو كيدخل مع هاكر كيخرب عليه كلشي. وغيبداو يعتزلوا ويغبروا واحد ورا الاخر. وحتى الدراري القدام بداو كيملوا من هاد اللعبه بسبب المشاكل اللي ولات فيها. ما بقاش يمكن لك تلعبها في تليفون واخا تكون فيه 4 دراهم، غيجيك لاغ مره. واخا اصلا تلعبها في بيسي بمواصفات اللي طالعه غادي يبقى يجيك اللاغ. وبسبب اعتزال اليوتيوبرز اللي كانوا كيخليو ديك اللعبه تكون زوينه بالبطولات والفيديوهات اللي كانوا كيديروا، بنادم غتبدا تطلع عليه في راسو وغتولي من اللعبه كتدخل كتضحك كتنشط فيها وكتشارك في مسابقات وكدوز وقيته زوينه. اللعبه حامضه عامره لاغ ودراري صغار وبراش متعصبين وهواكرز اللي كيضربوك مورا الحيط. وهنا فين غتبدا النهايه ديال لعبه فري فاير. واخا بقى عندها شعبيه كبيره وبقى كيلعبوها بزاف ديال الناس اللي اغلبيتهم دراري صغار، كلشي اتفق انه فري فاير مات ليها الحوت ولات ممله وكتعصب، ولا عندها جانب مظلم. ومؤخرا ما كاينش شي شهر مات بسببها ولد في الجزائر، وشحال هادي ولد قتل الام ديالو في المغرب بسببها. وهاد العوامل كاملة خلات فري فاير تولي لعبة مملة مكروهة وبدا بنادم كيقلب عليها، خصوصا مع تطور عالم الجيمنج وبانوا العاب حسن منها. واغلبية اليوتيوبرز اللي كانوا كيلعبوها ما بقاوش كيلعبوها وغيروها ولاو كيلعبوا دوك الالعاب الجداد اللي خارجين دابا، حيت كاينين العاب اللي حسن من فري فاير ولكن خصك تليفون وبيسي اللي حسن باش تلعب. وكيف ما قلت لكم، وبما انه فري فاير اللعبه الحجم ديالها ما كبيرش بزاف، هادشي علاش كيلعبوها نسبه كبيره ديال الناس اللي عندهم تليفونات ضعاف، حيت واحد عنده تليفون فيه 4 في الرام
ما غاديش يقدر يلعب بيه بابجي ولا كال اوف دوتي ولا ماينكرافت وبزاف ديال الالعاب. داكشي علاش كلشي كيمشي لفري فاير اللي هي لعبه ايزي وسهل تلعبها في اي تليفون وما فيهاش لاك بزاف. سو هكا غادي نكون وصلنا لاخر هاد الفيديو. الا وصلتي حتى لهنايا هبط الكومونتيرات وكتب لي فري فاير احسن لعبه في العالم، واخا هي ماشي احسن لعبه في العالم بطبيعه الحال، ولكن غير باش نعرفك وصلتي لاخر هاد الفيديو. وإلا بغيتو نكملو هادي ونديروها سلسلة وكل مرة نديرو فيديو على شي لعبة ونهضرو عليها كيفاش كانت شحال هادي وكيفاش ولات دابا، قولوها لي في كومونتيرات. هذا مكان، تهلاو لي فراسكم، تلاقاو في فيديو جديد.